صنباي يا اساتذه، هات لي كاميرا 2 مكان كاميرا 1 بسرعه. 30 seconds ستوب. احنا جاهزين يا ريس. صنباي and 5 4 3 2 1. برجع لحضراتكم مرة تانية ولسه عندي حكايات، بس مش في الحلويات. عندنا الموضوع اللي مالي السوشيال ميديا وكل المواقع الإخبارية، حكاية موناليزا. الست موناليزا. اسمك موناليزا؟ مش غريبة شوية؟ هو غريب بيقولوا الناس بيبقى لهم من أساميهم نصيب. يمكن عشان كده حكايتي فيها من اسمي. حكاية ما تسمعها يا أستاذ عمرو تقول إنها غريبة برضه، إنك أول مرة تشوف حد حصل معاه كده. أنت من الإسماعيلية؟ ويا ريتني فضلت هناك. إسماعيلية هادية شبهي. حكايتي كلها بدأت لما جيت هنا وسط الزحمة، وكأن الزحمة ما بتحبنيش. يمكن عشان أنا كمان ما بحبهاش. أصل الهدوء عمره ما كان معنا فراغ ولا قلة ناس. ساعات يبقى حواليك ناس قليلة بس متدفي وسطيهم، وممكن يبقى حواليك ناس كتير بس مش عارف تتدرى من البرد. وساعات يبقى حواليك ناس تبقى فاكر انك هتلاقي وسطهم الستر، بس اللي كنت فاكرهم هيستروك يطلعوا هم اللي يعروك. شكلك يا ست موناليزا عايزة تصدري لنا دور الضحية، مع ان السوشيال ميديا كلها مقطعاكي جامد وعارفين يعني او متأكدين ان انت مذنبة. انا عندي سؤالين يا موناليزا. السؤال الاول، انت فعلا قاتلة؟ السؤال التاني، انت فعلا جمعت بين زوجين؟ أنا جمعت بين زوجين. طب ممكن لو سمحتي تحكي لي الحكاية؟ خلينا نبتدي من البداية عشان نفهم بس ايه الموضوع.